لكن ضربة جزاء اللي ضاعت خلينا شوية في المباراة، وتحدثنا مع اللاعبين بين الشوطين لا على المردود اللي قدموا انه ما كانش مردود اللي كنا كنطمحوا ليه. الحمد لله. الشوط الثاني كان مغاير، استطعنا اننا نسجلوا 3 اهداف، ولكن هذا الشيء ما كينقصش من القيمه ديال فريق الشباب المحمديه، وكذلك لان رشيد روكي الحمد لله تيقوم بواحد العمل كبير. 3 نقاط مهمه بالنسبه لينا بزاف، اللي غادي تخلينا نشتغلوا بارتياح، وكذلك ما تكونش عندنا ثقه زائده بالنسبه للمباراه القادمه ضد المغرب تطواني. اكيد محدث. شوف، باش تعرف بان الفرق اللي كتلعب على المانتيه دائما كيكون عندها مباريات سد. يعني صحيح فريق المغرب التطواني انهزم اليوم، فراه غادي يبغي يجي باش يعوض. هادشي علاش قلت لك اننا ما تكونش عندنا واحد الثقه زائده. نبقاو في التركيز ديالنا. هاد 3 نقاط كما قلت لك غتعطينا واحد الشحنه قويه، واحد المعنويات اللي غتكون مرتفعه، وان شاء الله لما ناخذوا واحد 3 نقاط في المباراه القادمه. ولكن كما قلتي راه مباراه ما غتكون سهله. انا فريق جاي من الهزام، راه غادي يجي يبغي يعوض في المباراه اللي من بعدها. مرحبا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا فلاش راديو وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد.